بلادنا لازمنا نحافظوا عليها. خلي الناس يقولوا وش يحبوا، خلي الناس يقولوا وش يحبوا. هذه بلادنا، بلاد الشهداء، بلاد الرجال، بلاد الابطال. هذه بلاد الناس راهي تريق عليها باش يدي متر واحد منها عباد رسول الله. وفرنسا اليوم قاست الجزائر، فرنسا ناضوا لها الغاشي نتاعها، قالوا الحكومه راح تروح ما عندنا ما نديروا. احذر تقيس بلاد الشهداء. بلادنا هي اللي تعطي الطرايح، احنا واحد ما يعطينا طريح، احنا اللي نعطيو الطرايح للناس. من ولاية سطيف خرج الشيخ عمر بن زاوي برسالة مباشرة وحاسمة وجهها إلى كل من يحاول زرع الفتنة أو التشويش على استقرار الجزائر. بكلمات صادقة نابعة من غيرته على الوطن، أكد الشيخ أن الجزائر قوية بشعبها وأن كل المؤامرات والدسائس لن تنال منها. الشيخ بن زاوي شدد على أن الحقد والكيد من بعض الأطراف لا يزيد الجزائريين إلا تمسكا بوحدتهم الوطنية، مبرزا أن الجزائر كانت وما زالت عصية على الأعداء بفضل وعي شعبها وتضحيات رجالها. كما دعا المواطنين إلى التمسك بالوطن والابتعاد عن الشائعات التي يروجها المغرضون. رسالته جاءت واضحة: الجزائر ستبقى واقفة مهما حاول الحاقدون النيل منها، في إشارة قوية لضرورة الاصطفاف صفا واحدا في وجه كل من يحاول زعزعة الاستقرار.